مش بيخلي الشعر ريحته زي توم هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي عشان بتسأل لي اسئله كتيره قوي، انت عملتي ايه لشعرك؟ ازاي شعرك طول؟ ازاي شعرك بيلمع كده؟ فانا من وقت قريب قوي انا يعني كنت لسه بجرب منتجات علشان لما اطلع اقول لكم اي حاجه اكون متاكده 100% ان هي فعلا بتجيب نتيجه. وطبعا مش لازم الحاجات اللي بتجيب معايا نتيجه هتجيب مع ناس تانية. اقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها علشان تحسنوا من طبيعه شعركم، عشان في الفتره دي فتره الصيف الشعر بيبوظ من الشمس من البحر، فكان لازم ان انا اطلع واقول لكم ايه الحاجات اللي انا عملتها. فدلوقتي بقى هنقسم الشعر للشعر الناعم، للشعر اللي هو دايما بيبقى مترطب، والشعر الجاف بزياده. في ناس كتير قوي فاكره انه الشعر الناعم ده سهل جدا وده اي شامبو بيأثر فيه وده مش متعب وكده، ولكن للاسف مش كده خالص. انا جربت حاجات كتيره قوي، في حاجات كتيره قوي كانت بتنشف شعري، كانت بتاخد الزيوت من شعري، فكان بيخلي شعري متشبك في بعضه وناشف، ويعني كان بيتقطع بزياده. وحاجات كتيره برضو جربتها كانت بترطب الشعر بزياده، طبعا تنفع مع ناس كتيره قوي، ولكن مع شعري كان شعري بيزيد على طول، وكمان كان من كتر ما هو مترطب كان بيضعف. فالنهارده اقول لكم ايه الحاجات اللي تنفع مع الشعر الناعم والحاجات اللي هتنفع مع الشعر اللي هو الجاف. عشان اطول شعري، انا كنت متضايقه جدا ان شعري قصير، خصوصا لما قصتهم شهر 11 انا كان قصير جدا وكان مضايقني. فاول حاجه عملتها حمام زيت. بصوا انا دايما بستعمل حمام الزيت قبل ما اغسل شعري. دلوقتي انا بغسل شعري مثلا كل 6 ايام او كل 5 ايام على حسب، يعني لما يبقى شكله مثلا مزيت. قبل ما بغسل شعري بحط حمام الزيت، بقعده من تلت ساعه لنص ساعه، بحط شعري بالبونيه، وبعد كده بغسل شعري. طب ايه الحمام الزيت اللي انا استعملته؟ بصوا انا استعملت عامه حاجات كتيره قوي. في حاجات كانت ريحتها وحشه قوي ومكنتش متقبلاها، وكنت يعني لازم اغسل شعري مرتين 3 بعدها علشان احس انه شعري ريحته احسن. وفي حاجات استعملتها كانت تقيله على شعري وكانت بتوقعه. بس الحاجه الوحيده اللي انا استعملتها وجابت معايا نتيجه وهو رو افريكا من 2022 تقريبا. كنت بستعمله فتره وبعد كده بوقف، بعد كده بستعمله تاني، لكن انا الفتره دي انا بستعملها بانتظام. بصوا انا حتى حاسه انه شعري بقى فريش، شعري بقى اتقل شويه، وحتى طبعا هو طول كتير قوي عن لما قصيت. اتنين دلوقتي انا بحبهم، يعني بحب ان انا اغير كل فتره على شعري ما ياخدش عليه وفي الاخر ما بيجيبش نتيجه بعدين. انا بستعمل نوعين من الشامبو، هو الكيش كينج، استعملت اكتر من لاين والحقيقه ان الاتنين عاجبيني قوي، بيخلي شعري بيلمع وفريش وبيقعد وقت كتير قوي عقبال ما بيزيد. وبستعمل كمان البايو بلس، عجبني قوي. وبرده في كذا لاين للشعر المتقصف، للشعر الهايش، للشعر المصبوغ. الحقيقه لما بستعمل الحاجتين دول انا مش بحتاج ان انا احط بلسم او ان انا هعمل حمام كريم، لان هما الاتنين دول الحقيقه بيخلوا شعري كويس جدا. لما بستعمل الحمام الكريم ده يعني مره مثلا كل شهر او كل شهرين، ده لو كان شعري يعني اللي هو جاف جدا بسبب البول او بسبب البحر. ايه الحمام الكريم اللي انا بستعمله؟ وهو كليري وفيفلين كويسين قوي، وكمان في واحد من ايفا. الثلاثه دول من احسن 3 كريمات ممكن تستعملوها لشعركم. اول حاجه ان احنا عادي بنبل شعرنا وبنحطه هنا عند الاطراف، ما نحطوش خالص الفروه، لان هو يعني ممكن يوقع الشعر لان هو تقيل على الفروه وكمان بيسد المسام. فاحنا بنحطه على اطراف شعرنا وبعد كده بنسيبه ربع ساعه لنص ساعه بالكتير خالص، وبعد كده بنغسل شعرنا باي شامبو اللي احنا عايزينه اللي هو مناسب معانا. تعالوا بقى نتكلم على الناس اللي شعرها جاف يعملوا ايه. اول حاجه لو كان الناس شعرها جاف بس مش اللي هو ناشف قوي، ممكن تستعمل الكيش كينج والبايو بلس. في كذا حاجه تنفع للشعر الجاف بزياده. اول حاجه الهير بروست، ده خطير، يعني ده ترطيبه عالي قوي قوي قوي. الهير بروست ده فيه الشامبو وكمان فيه البلسم بتاعه، الاتنين دول اللاين بتاعهم حلو قوي. كمان في الكولاجين اند بايوتين ده كمان تحفه، يعني الاتنين دول بيرطبوا الشعر بزياده. طيب تيجي بقى للشعر الجاف، بيحتاج قد ايه حمام كريم؟ ممكن نستعمله مره في الاسبوع، وممكن يعني نستعمل البلسم بعد كده. ولكن انا بفضل ان انا لما بستعمل حمام كريم ما بستعملش البلسم والعكس،
طيب البلسم بقى يتحط امتى؟ يتحط بعد ما نغسل شعرنا، نحطه 5 دقايق ل10 دقايق بالكتير قوي، وبعد كده خلاص نغسل. ايه التبس اللي نعملها علشان نحافظ على شعرنا؟ اول حاجه ان احنا نستمر في ان احنا نقص اطراف شعرنا. امتى نقص اطراف شعرنا؟ لو كان الاطراف متقصفه. تاني تبس ودي اهم حاجه، حطوا تحتها كذا نقطه، وهي الهيت. الحراره عامه بتاثر على الشعر جدا. اولا بيقع وبيكون يعني خلاص خفيف جدا. ثانيا لا، الشعر نفسه مع الوقت بيتقصف. انا مبطله هيتس من 2021. قبلها طبعا انا كنت في وقت الجامعه كله كنت بعمل شعري على طول. شعري كان بشع يا جماعه. ميه سخنه ولا ميه ساقعه؟ ميه سخنه هتوقع الشعر، ميه ساقعه مش بتخلي الشعر يستفاد بالبرودكتس اللي محطوطه. احنا نغسل شعرنا بميه فتره، ودي اكتر حاجه هتخلي الشعر عامه يعني يستفيد. طب نغسل شعرنا كل قد ايه؟ بصوا انا بالنسبه لي بغسل شعري لما بحس ان شعري مزيت، بس بغسله يعني تاني يوم ما يزيد عشان شعري يعني يحتفظ بالزيت اللي هو تغسل شعري كل 5 ايام. استعمل امتى السيرم؟ بصوا انا بالنسبه لي مش بحس ان انا محتاجه للسيرم يعني كتير. انا بستعمله كل فترات اصلا متباعده على حسب يعني ما احس امتى شعري دبلان، شعري مش بيلمع. بستعمل ايه؟ انا استعملت كذا حاجه. اول حاجه السيرو بايب كان لذيذ كمان مع شعري، واستعملت اللي هو الارجان اويل بتاع البايو بلس. الاتنين دول كويسين قوي مع شعري، بيخلي الشعر يلمع. ممكن نستعمله والشعر جاف، وممكن نستعمله لو كان الشعر عادي مندي يعني. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وقولولي لو انتوا الحاجات دي استعملتوها وجابت معاكم نتيجه. اكتبولي تحت في الكومنت. اشوفكم في فيديو جديد.